اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة عمل اوردر للعميل بتاعك. يعني لو العميل طلب منك منتج، ازاي تبدأ تعمل طلب او اوردر للشخص ده. هتختار المنتج المطلوب منك، وبعد كده هتخش تحدد المقاس واللون الخاص بالعميل. هتلاقي هنا خانة اسمها المقاس، تحدد المقاس، وهنا اللون، وتحت هتختار الكمية. لو العميل طالب ترنج قطعتين من نفس اللون والمقاس، هتنزل تحت تزود قطعة. طيب لو طالب لونين مختلفين، يعني هو عاوز الزيتي والابيض، يبقى هعمل اوردر باللون الزيتي وهرجع اعمل اوردر باللون الابيض. نفس الكلام في المسألة. بعد كده هقول له اضف الى السله. هيحولك او هيسيب، هتلاقي فوق كده شنطه التسوق في الشريط العلوي جنب اللغه ظهرت. ظهر فيها اشعار واحد، يعني ان في اوردر وكده. هتضغط على عرض السله، اذا هتوصل من الشنطه الموجوده فوق، وهتقول له عرض السله. هيبدا يحولك على المنتج، وبيقول لك ان المنتج ب 205 وربحك الاساسي 40 جنيه. هتقول له استكمال البيانات. تمام. هتيجي هنا تكتب الاسم الثلاثي للعميل، وهتكتب المحافظة بتاعته، وهتكتب المنطقة أو المدينة الخاصة بيه. في الشارع وفي الموبايل لازم تكتب تفاصيل صح. تكتب عنوان، وتكتب موبايل، وتكتب موبايل تاني وأرضي، عشان المندوب يقدر يوصل أسرع للعميل بتاعك. تمام. يبقى هتكتب هنا الشارع بتاعك، وهتكتب رقم الموبايل هنا، وهتكتب هنا موبايل تاني، موبايل ارضي، ايا كان. وهتختار من هنا صفحه التواصل بتاعتك. يعني لو في صفحه تواصل منتجك يروح باسمها هتختارها. يعني لو في صفحه بتسوق منها المنتج هيروح باسمها، ودي ميزه ممتازه. وبعد كده هتقول له التالي. هيبدا يحولك هنا ويجيب لك التفاصيل النهائيه، ان المنتج ب 205، منهم ربح اساسي 40، وضيف عليهم كمان 40 مصاريف شحن. اذا 205 من ضمنهم ربحك الاساسي زائد 40 يبقى 245، يبقى الاجمالي 245. هتقول له اتمام، وبكده انت عملت الاوردر للعميل بتاعك. هتبدا المنصه في اجراءات شحن المنتج ده. بس كده.